في 21 ديسمبر سنة 2001 كنا على موعد مع العرض الأول للفيلم الأمريكي الحائز على 4 جوائز أوسكار، إنه فيلم A Beautiful Mind، واللي قصته مستوحاة من قصة حقيقية حدثت بالفعل. تبدأ حكاية الفيلم بجون ناش، شاب غريب الأطوار، لا بيحب يقعد مع حد ولا بيحب يكلم حد، انطوائي جدا، لا أنا فاهم الناس ولا الناس فاهميني، اقعد معاهم ليه؟ عمنا جون ناش كان بيعشق الرياضيات، عنده هوس وولع شديد جدا بالمعادلات الرياضيه، يعني لو حبيت كده تروح تقعد معاه شويه ممكن يحولك لمعادله. بيشوف البني ادمين عباره عن معادلات رياضيه ماشيه على الارض. حلمه يا سيدي انه يكون في يوم من الايام عالم من العلماء المشهورين زي مثلا او زي اينشتاين. وفعلا في سنه 1947 يحط رجله على اول الطريق، يلتحق جون ناش بجامعه برينستون عشان يحقق حلمه اخيرا ويدرس الرياضيات هناك. وفي الغرفة بتاعته يطب عليه واحد على النقيض منه، عيل مبهدل وعشوائي وسكران اسمه تشارلز. لكن نجح تشارلز انه يخرج جون ناش من القوقعة بتاعته. حاول جون كتير جدا انه يقنع الاستاذ بتاعه بالنظريات بتاعته، لكن ما كانش فيه اي استجابة من الاستاذ بتاعه، لحد ما اخيرا وبعد محاولات كتير جدا قدر يقنعه، عشان بعدها ب5 سنين يتم استدعاء جون ناش لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون. يا منجي من المهالك يا رب، خير يا جماعة في إيه؟ أنت مش ليك في المعادلات والحاجات الغريبة بتاعتك دي؟ عايزين حضرتك تساعدنا في فك شفرات راديو قادمة من روسيا. جون ما خيبش ظنهم وفعلا نجح في فك الشفرات. اجهزوا يا رجالة، روسيا خلاص بتحشد قواتها على الحدود. يتعين جون أستاذ في الجامعة، وهناك تلفت نظره واحدة من الطلبة ذكية جدا اسمها إليشيا. أثناء ما كان جون في البنتاجون مركز في الشفرات بتاعته، كان في أحد الأشخاص جوه البنتاجون بيراقبه. وفي أحد الأيام وبعد انتهاء اليوم الدراسي يقابل جون الراجل ده ويتعرف عليه ويطلع اسمه ويليام بارشر، واللي يقنعه إنه لازم يشتغل معاهم عشان يفكوا شفرات أكتر وأكتر. خدوا بعدها وطلعوا على معمل لفك الشفرات، وهناك يزرعوا في ايده شريحه عشان خاطر تساعده في المهمه بتاعته، حاجه كده زي الليمب 8 جيجا. وفعلا بقى عمنا جون مفيش قدامه ومفيش وراه غير فك الشفرات، لحد ما في يوم من الايام يرجع من السفر صديقه تشارلز، ايوه بالظبط العربيدي اللي كان معاه في الاوضه، ويحكي له والله انه تمام وزي الفل ومرتاح جدا وشغال كمان في جامعه هارفارد. امال مين البنت العسل الصغيره اللي موجوده معاك دي؟ بنت اختي يا سيدي، امها ماتت وشبطت، قال لازم تيجي معايا. تشارلز قال له يا عم انت هتفضل سنجل كده على طول ومقضيها يعني سعاده في سعاده كده، ما انت لازم تتجوز، امال هتموت ازاي؟ فنصحه يتجوز إليشيا، ايوه بالظبط الطالبه اللي كانت ذكيه معاه، وفعلا اتجوزها. بعدها ابتدى جون يشوف ناس بتطارده من الروس وهو كل شويه يهرب منهم، لكن ويليام بارشر اللي كان موجود في البنتاجون قال له يا عم فكك منهم وركز في شغلك. لا يا عم انا والله تعبت وخلاص بقى عندي بيت وعيال، فكل واحد فينا يروح لحال سبيل. خلاص تمام ولا يهمك، بس انا من ناحيتي هبلغ الروس عنك، اقول لهم انت كنت بتفك الشفرات. ايه يا عم انت قفوش قوي كده ليه؟ انا بهزر معاك والله. يروح جون لمراته إليشيا ويقنعها انها تهرب بعيد عنه. يا بنت الناس خد اللي في بطنك واهربي على اسكندريه عند اختي. لكن إليشيا طلعت الست اصيله، لا مش انت على فكره، اتكل على الله، انا بتكلم على إليشيا اللي في الحلقه. رفضت تسيبه في محنته وفضلت معه. فيقرر جون يروح على صاحبه تشارلز في هارفارد ويحكي له اللي حصل. وفي احدى المحاضرات يشوف جون الناس اللي بيطاردوه داخلين عليه قاعة المحاضرة، فيقرر يهرب من القاعة وهم كمان طلعوا يجروا وراه، لحد ما واحد فيهم يقول له اقف انا مش هأذيك، انا الدكتور النفسي روزن ومن فضلك تعالى معانا. لكن ما صدقش كلامهم فضربهم وطلع يجري، لكن لسوء الحظ مسكوه وخدروه وخدوه معاهم. بعدها يا سيدي بقول لك ايه، ما تروح تجيب فنجان قهوتك الجميل كده، كنا انا فصلت شويه، واثناء الفاصل اشترك في القناه، فعل الجرس، اعمل لكم كومنت على ما ارجع، يعني ثواني وراجع يعني مش هتاخر. وحلقتنا النهارده عن الانفصام او السكيزوفرينيا، فلنبدا على بركه الله. يوصل جون المستشفى واللي طلعت مستشفى للامراض النفسيه، وهناك في المستشفى كنا على موعد مع الصدمه الكبرى، لا في روس بيطاردوه ولا في تشارلز ولا في بنت اخته ولا في ويليام ولا في حتى بنتاجون. فاضل شويه اقول لك ان اصلا ما فيش قناه اسمها قناه بيكيبيديا. المفاجاه بقى يا صديقي ان كل الناس والاحداث اللي احنا مرينا بيها دي كانت موجوده بس في اوهام عمنا جون ناش. ايه ده؟ يعني كل اللي حصل ده طلع مش حقيقي؟ ايوه بالظبط، طلع جون ناش مريض نفسي بالانفصام. انفصام قدر يأثر على حياته وعلى حياة الناس اللي حواليه، وصل به الحال انه كان هيعرض حياة ابنه الصغير للخطر ويخليه يغرق في البانيو. في النهاية يكتشف جون حقيقة مرضه فيقرر انه يتعايش معاه، وكانت دي حكاية حقيقية لعالم الرياضيات الشهير جون ناش الحاصل على جائزة نوبل في سنة 1994. ايه ده؟
هتقول انا شفت الفيلم العربي ده فين قبل كده؟ هقول لك عندك حق، ايوه بالظبط، فيلم اسف على الازعاج بتاع احمد حلمي، واللي متاخده قصته من الفيلم بتاع حلقتنا النهارده. الانفصام يا صديقي واحد من اشرس واصعب الامراض النفسيه والعقليه، مش بس بيأثر على حياه الشخص المصاب بيه، لكنه كمان بيأثر على الناس اللي محيطين بيه. شخص عايش في عالم تاني غير العالم الحقيقي بتاعه، عالم مليء بالاوهام، لكن المشكله ان عقله ربط الاوهام بالواقع بتاعه وعمل له ميكس كده وخلاه حاسس ان دي حياته الحقيقيه. شخص بيعاني من الهلوسه والاوهام. هتقول لي ايه ده؟ ما هم زي بعض. اقول لك لا، هناك فرق كبير سيدي القاضي. الهلوسه يا صديقي عباره عن عالم غير واقعي، اصوات غير واقعيه، اشخاص واماكن غير واقعيين، عالم تاني خالص انت بس اللي عايش فيه. لكن الاوهام بتكون مرحله اشد واصعب، لان المريض بيفقد فيها عنصر مهم جدا من عناصر الحياه، عنصر الامن. تخيل كده تكون عايش وحاسس ان كل الكون بيتآمر عليك، ومش بس كده، ده انت كمان بتقدم اثباتات وبراهين على كلامك. حتى طريقة تعبيرك عن أفكارك بقت غير منظمة، بتتكلم في موضوع فجأة تطلع منه لموضوع تاني خالص، يحكي لك قصة وفي عز ما أنت مندمج معاه ما يكملش ويفصل. العالم الخاص اللي صنعه مخه ومعيشه فيه بيخليه أصلا يفقد الرغبة في التعايش مع العالم الحقيقي. ما أنا مش هقضيها مشوارة هنا وهناك، فتلاقيه منعزل اجتماعيا، لا عايز يتكلم ولا يقعد مع حد، كفاية عليه الناس اللي قاعدة في دماغه. على الرغم من إن الانفصام كمصطلح في الطب النفسي كان حديث الظهور، ظهر في القرن ال19، لكن إحدى البرديات واللي بيرجع تاريخها لسنة 1550 قبل الميلاد، فيما عرفت ببردية إبرس، واللي هي واحدة من أقدم المخطوطات الطبية في تاريخ مصر القديم، واللي كان فيها شرح لكتير من الأمراض النفسية والعضوية زي الاكتئاب، الخرف. كان في البردية دي موجود أعراض بتنطبق على مرضى الانفصام. حتى في العصور الوسطى كان مرض الانفصام موجود، لكن كان وقتها بيتم تعريفه على انه روح شريره او مس شيطاني، هنقرا عليه شويه تعويذ ونطلع العفريت، لحد ما جت سنه 1911 وعلى ايد الطبيب السويسري يوجين بلولر سمعنا لاول مره مصطلح الانفصام أو السكيزوفرينيا، وكان شايف إنه مرض نفسي ناتج من الانقسام اللي حاصل ما بين الفكر والعاطفة والسلوك، مفيش تنظيم ما بينهم بدون ما يتطرق لأي شق عضوي أو بيولوجي. واللي يهمنا عشان نشوف العلاج المناسب. ما أنا إزاي هعالج مرض من غير ما أعرف المرض عضويا بيحصل إزاي؟ لحد ما الحمد لله أخيرا دخلنا القرن العشرين، وابتدى العلماء يناقشوا فكرة إن الانفصام قد يكون أحد أسبابه هي الجينات اللي بيورثها الآباء للأبناء، أو ممكن يكون خلل في الجهاز العصبي. وعلى الأساس ده ظهر أكتر من علاج للانفصام، لدرجة إن في الفترة من 1952 لحد سنة 1975 ظهر أكتر من 150 عقار للأمراض النفسية ما بينها الانفصام. وخليني برضه أقول لك إن أغلب أدوية الأمراض النفسية بتكون بالتجربة، يعني مش شرط تكون فاهم الميكانيزم بتاعها. يعني مثلا وجدوا إن الأدوية اللي بتأثر على مستويات السيروتونين ليها قدرة على علاج الاكتئاب. تسأل الدكاترة النفسيين ليه كده؟ يقول لك هو كده. عمنا وعم أشياء علم النفس، الراجل اللي أنا شخصيا بيعجبني كلامه، أيوه بالظبط، هو سيجموند فرويد، قال لك يا سيدي والله الانفصام السبب بتاعه نفسي بحت. فالانفصام ما هو إلا مشكلة ما بين العقل الواعي والعقل اللاواعي، الاثنين يا سيدي ماسكين في خناق بعض وهاتك يا ضرب وتلطيش، عايشين صراعات غير واعية لدرجة من قوة الصراعات دي طفحت لبره. كل ده وأسباب الانفصام برضه لسه غير معروف. اللي يقول لك الوراثه والجينات، واللي يقول لك البيئه اللي بنعيش فيها، واللي يقول لك والله ده ميكس ما بين الاثنين، واللي يقول لك والله لا ده ولا ده. اساس المشكله هي كيمياء الدماغ. ايه كيمياء الدماغ دي يا عمده؟ دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمر. مجموعه من الباحثين في جامعه كولورادو عملوا تجربه على الفئران البريه، وخليني برضه اقول لك ان الفئران البريه مخلصه جدا للشريك بتاعها. عارفك زمانك بتقولي دلوقتي يا ريتني اتجوزت فار بري. شايفين الادب والاحترام في عالم الفئران البريه؟ وجد الباحثين ان لما بيحصل ارتباط بين فار وفاره، مش قصدي طبعا الفاره بتاعت الكمبيوتر، مفيش طريقه في العلم، نرجع لموضوعنا، وجدوا ان في روابط كيميائيه بتحصل في ادمغه الفئران لما يتجوزوا. الروابط دي اللي كان بيحفز تكوينها هو الدوبامين. هتقول لي هو الدوبامين؟ هقول لك والله انا شرحته في حلقه قبل كده، والحلقات بتتراكم عليك وانت مش بتركز في اي حلقه، تخلص الحلقه دي وتروح تسمعها. مش بس كده، ده وجدوا ان الم الفقد كان كفيل بقطع أو إزالة الروابط دي. ومن هنا نقدر نقول إن كيمياء الدماغ هي التغيرات اللي بتحصل في النواقل العصبية والمواد الكيميائية داخل المخ، واللي بدورهم بيعملوا تغيير عضوي لمناطق مهمة في المخ، مناطق مثلا مسؤولة عن التفكير، عن الذاكرة، عن العواطف. لذلك بناخد الأدوية النفسية عشان نرجع المناطق دي للشكل العضوي السليم بتاعها. يعني منطقة مثلا زي الأميجدلا لو كبرت في الحجم تخليك تتفاعل بصورة أشد مع الأحداث زي الخوف، الغضب، وتبقى ردود أفعالك مبالغ فيه. لكن برضو خليني أقول لك إن السبب الرئيسي للانفصام غير معروف. ده ما يمنعش إن في بعض الأشياء
ممكن تزود فرصة الإصابة بالانفصام. مشاكل أثناء الحمل مثلا، التعرض للمواد السامة، بعض الفيروسات، بعض الأدوية النفسية، حتى سوء التغذية ممكن يعمل انفصام. المشكلة بقى إن الانفصام لازم يتعالج لأن المضاعفات بتاعته خطيرة جدا، ممكن توصل مثلا لا قدر الله للانتحار، ده غير الوسواس القهري والعزلة والسلوك العدواني، لدرجة إنه ممكن يرتكب جرائم. أندريا ييتس واحدة ست مصابة بالانفصام في عام 2001 غرقت أطفالها ال5، وبعد الكشف عليها خدت براءة لأنها طبعا مصابة بالانفصام. أندرو جولدشتاين في 1999 وهو واقف في محطة القطر والقطر جاي، واقفة قدامه واحدة اسمها كندر، راح زقها قدام القطر، لكن برضه كان في ناس على الناحية التانية ما منعهمش إصابتهم بالانفصام في إنهم يقدموا إسهامات حقيقية للبشرية، زي جون ناش اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة اللي حصل على جائزة نوبل في الرياضيات واللي عاش طول حياته يكافح الانفصام. إلين ساكس أستاذة القانون في جامعة ييل واللي نشرت كتاب بعنوان The Center Can't Hold في 2008 بتحكي فيه تجربتها مع المرض النفسي، وبتحكي فيه عن أول مرة كانت تسمع فيها أصوات غريبة، مرورا بمحاولتها الانتحار أكتر من مرة في سن المراهقة، وعدم قدرتها على التمييز ما بين المخاوف الحقيقية والأوهام، وإزاي إنها قدرت تتحدى المرض ده وتكمل حياتها، وكمان عشان تقدر تعيش من غير ما تأذي نفسها وتأذي غيرها. انت شايف الناس دي أقصى طموحها إيه؟ أقصى طموحها هو العادي بالنسبة لك إنك تكون مسيطر على قراراتك. الناس دي فقدت القدرة إنها تسيطر على حياتها وعلى قراراتها. أفلام كتير منها المصري زي فيلم مثلا آسف على الإزعاج بتاع أحمد حلمي، خلي بالك من عقلك بتاع عادل إمام وشريهان، ولو رحنا للأفلام الأجنبية هنلاقي فيلم A Beautiful Mind اللي اتكلمنا عنه في أول حلقة بتاع جون ناش، وفيلم باتس موتيل، وغيرهم كتير من الأفلام العربية والأجنبية اللي اتكلمت عن الانفصام. في النهاية خليني أقول لك إن مخ الإنسان عامل زي كتلة ضخمة من الأسلاك المترابطة والمتشابكة، واللي ما تعرفش منين يودي على فين، ما يعرفهاش ولا يعرف ينظمها غير اللي خلقها. لذلك مهما وصل الإنسان من علم وتقدم هيفضل عاجز حتى عن فهم نفسه. لذلك يقول ربنا في كتابه العزيز وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت كلك معجزات بس أنت اللي مش شايف. حلقتنا مش للتسلية بقدر ما هي بتعرفك قيمة نعمة كبيرة جدا أنت مش واخد بالك منها، يحس بيها بس اللي فقدها، ألا وهي نعمة السلام النفسي. أوقات كتير بتكون الأمراض النفسية أخطر وأقوى من الأمراض العضوية، لأننا غالبا ما بنبقاش فاهمين فين المشكلة، ولو سيبناها هتعمل لنا كمان مشاكل أكتر. وبكده أنا خلصت. مش هقول لك طبعا في النهاية كالعادة اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك وكومنت، الحاجات دي طبعا حاجات اختيارية بالنسبة لك، بس هتعملها برضو غصب عنك، واستنى الحلقة الجاية. السلام عليكم.